تشتري الاودي كيو 3 ولا توفر مليون جنيه وتركب البرابوس هاشتاج 3 من سمارت؟ اولا هو مفيش مقارنه بين الاثنين في التسارع. الاودي من 0 ل 100 في 9 ثواني، اما دي في رينج 3 ثواني. دي 150 حصان سحب امامي للعجلات، لكن سمارت 422 حصان دفع كلي. وخلي بالك انت هنا هتحط بنزين في 5 دقائق بس ب 1000 جنيه، اما دي بتتشحن من 10 ل 80% في ثلث ساعه وباقل من 200 جنيه، وفي 3 ساعات بس تقدر تشحنها على الشاحن بتاع البيت. واستنى لاخر الفيديو عشان في مفاجاه بخصوص الشاحن. اوكر العربيه بتطلع بالمنظر ده يعتبر احلى ظهر كرسي شفته في الفئه السعريه دي، وكمان عليها 13 سماعه من بيتس على عكس اودي اللي فيها عدد اقل. في سمارت انت هتقدر تتحكم في الكرسي اللي جنبك من السكرين، ومش بس فيها 64 لون مختلف من الامبيانت لايتس، لا دول كمان على السماعات وبينوروا وقت البلايند سبوت. غير كل ده بتركن بسهوله جدا عشان فيها كل انظمه الامان والكاميرات حواليها في كل مكان. في سمارت الحزام والتطريزات باللون الاحمر ولوجو برابوس موجود في كل مكان، والكرسي الكانتارا بنظام تبريد وتسخين. اما في الكيو 3 الكرسي تسخين بس. وما تنساش ان العربيه وكيلها عز العرب ستار، ومهتمين جدا بخدمات ما بعد البيع.